موزتين. طبعا النهارده احنا هنعمل وصفة جميلة، كله دايت. نهرسها. ايه موزتين عندنا، الجو حر اصلا والموز بيبوظ بسرعة، فنحاول ايه ما يبوظ. حطينا موزتين، وطبعا مع الموز لازم نحط بيض. خلي بالكم عشان البيض ممكن يبقى مش كويس، فخلي بالكم كويس قوي. وطبعا لو في بيض يبقى لازم يبقى فيه فانيليا، وادي فانيليا. ودام في فانيليا هنجيب اي زبادي، مش هنجيب يوناني. الناس بتقول لي يا اخي يوناني، انا اصلا الزبادي ده لقيته ماشي في الشارع يتيم جبته. انا الزبادي ده صغير، كوبايتين صغيرين، فانا خدت حبه كده وهنقلب. الشمله دي وناخد دي خلاص. هنحط 3/4 زيت، وادي نقلبها كويس قوي. بعد كده عندنا ايه، عايزين تحلوها، ممكن نحط عسل وممكن ما نحطش عسل، انا ما بحبهاش مسكره اصلا. هنحط جوز هند، مش عارف هما اتطلقوا لحد دلوقتي ولا لا، بس اكيد هما لسه متجوزين، عشان لو هما متطلقين كنا هنقول عايزين طريق هند. وطبعا هنحط كوبايه ونص جوز هند زي ما انتم شايفين، يعني عشان القوام بتاعنا يبقى جميل. طبعا احنا نسينا حاجه مهمه جدا عشان لازم تبقوا عارفين، نسينا نحط البيكنج باودر. فانا طبعا هحطه واشوف هو هيبقى عامل ازاي، ان انا مش عارف اللي انا بعمله ده ايه. هنحط بيكنج باودر مش كتير، هي معلقه حلوه قوي، وهنقلب زي ما احنا شايفين. وانا ما اعتقد كده القوام بتاعنا بقى جميل وحلو قوي. هنسخن الفرن بتاعنا، نجيب القالب بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. برضو لازم نرمي كل حاجه كده في الحوض، وبعد كده هنحط القالب الجميل بتاعنا طبعا زي ما انتوا شايفين في القالب. وحبة زبيب صغيرين حلوين كده نزين بيهم من الوش وعلى الفرن. وبعد ما يخلص من الفرن تعالوا نوريكم هيطلع عامل ازاي. سلام. ودي النتيجة النهائية بتاعة الكيكة اللي هي سخنة طبعا، معلش يا شباب اهيت. بون ابوتي. السلام عليكم وسلامي لكل الناس اللي متابعيني، واتمنى شير ولايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.